صباح الجمال على عيونكم. بصوا بقى النهارده احنا ايه الولاد جم من المدرسه وقلنا بقى نفطر مع بعض كده فطار خفيف. عملنا شاي بلبن وايه وبقسماط بقى وفينو، وقلت ايه نفطر فطار خفيف كده بسرعه لان كان عبال احنا ما فطرنا كان باباهم ايه قرب يجي، فحضرنا الغدا على طول. عملت بقى النهارده ايه حواوشي كده في السريع. سالت الولاد عايزين تاكلوا ايه، قالوا لنا يا ماما عاملين لنا بقى ايه حواوشي. رحت عملت لهم حواوشي كده في السريع، عندي اسرع اكله انا بنعملها الصراحه. فروحت عملت بقى حواوشي كده على السريع وكان طعمه جميل جدا بصراحه. فالف هنا وشفا على الولاد وعلينا طبعا. ورحنا ايه دبناها كده بعدها بكوبايتين حاجه ساعه كده حلوين. وكان اليوم بتاعنا طبعا كان فيه تفاصيل كتيره النهارده بصراحه، بس انا مكنتش قادره اصور اي حاجه لان بص الواحد نفسيته تعبانه. والحمد لله على كل حال، بس الواحد تحس انه هو مش قادر كده يصور يعني. مش عارفة في ايه والله. احس بحالة من الكسل كده، من الزهق. بصوا كل ما اكون ماسكة الموبايل اقول هو مصور، بالله نفسي ما بصورش، اروح طافية الموبايل تاني وقاعدة مش عارفة بصراحة. عايزه اقول لكم على معلومه مهمه جدا جدا جدا، ما حدش هيقولها لكم لانها اكيد ما خطرتش على بال حد، او ممكن تكون خطرت على بال حد يعني، بس طبعا كل واحد لما بيكون عارف حاجه في بيته يعني ما بيطلعش يقولها للناس. بس فانا كان عندي يعني ايه، انا في معلومه كده عرفتها مؤخرا، فحبيت ايه ان انا يعني اقول لكم عليها عشان برضه تستفادوا منها زي ما انا ايه هستفاد منها. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. بصوا يا حبيبي، لما تكونوا مثلا شايلين الهدوم الشتوي وطلعتوها جديده، يعني طلعتها مكان ما كنت شايلينها يعني، والولاد خلاص هيلبسوا الهدوم الشتوي وكده، او الصيفي كذلك الامر، يعني العكس ايا كان هدوم شايلاها. لما تيجي تطلعيها ولادك ما يلبسوهاش على طول. دي اهم حاجه يا جماعه، ولادك ما يلبسوش اللبس ده على طول، لازم حضرتك تغسليه غسله كويسه، لان مكان الركنه والتراب وكل ده اكيد هيعمل زي ايه كده، زي حبوب كده مثلا. يعني اقولها لكم بالبلدي تخلي ولادنا ايه يفضلوا يتهرشوا كده، فاهمين يعني، زي ما بنقول كده جربانين، يعني من كتر الهرش اللي بيبقى في جسمهم عاملين زي الجربانين بالبلدي كده يعني. دي اول حاجه انا اكتشفتها، لاني كنت مثلا يعني كنت بغسل الهدوم بس ايه، يعني ما كان يعني لما اجي ابقى لسه مطلعه حاجه، عبد الله مثلا ولا حمزه يبقوا شبطانين فيها لسه شايفينها عايزين يلبسوها دلوقتي. يا ابني ما ينفعش، اصبروا هغسلها الاول، لا لا انا هلبسها دلوقتي. وكانوا فعلا بيسموني، ما كنتش ببقى احب ازعلهم، وكنت خلاص بخليهم يلبسوها واقول خلاص عادي مش مشكله. في نفس اليوم ابص الاقي ان العيل ابتدى اللي يتهرش واللي يعمل واللي يسوي. في ايه يا جدعان؟ طب ما انا قلت لكم يا حبيبي اسمعوا الكلام، اصبروا الهدوم عايزه تتغسل الاول. ده ما كانش فيه فايده. فانتوا لازم يا جماعه ما تلبسوش ولادكم الهدوم اللي انتوا لسه مطلعينها ايا كان، حتى لو كنتوا شايلينها في شنطه ومحافظين عليها. ما تلبسوش الولاد الهدوم غير لما تغسلوها الاول. وعلى فكرة عايزة اقول لكم مش شرط الهدوم القديمة، الهدوم الجديدة كمان، ودي اخطر حاجة. يعني انا اهو، يعني انا مثلا اهو كنت جايبة الهدوم الملابس الداخلية دي للولاد، ماشي جديدة اهي. بصوا التيكت بتاعها اهو، ماشي. انا بقى ايه، ما حطيتش في دماغي، قلت جديد عادي مش هيبقى فيه مشكلة يعني، فيها ايه لما يلبسوا الهدوم جديدة على طول. اكتشفت برضو نفس الكارثة، الولد لما لبس برضو الهدوم برضو فضل يتهرش ويعمل. انا قلت ايه، هو عنده حساسية من الهدوم؟ طب ما هو مش كل الهدوم عنده حساسية منها، ممكن يبقى عنده حساسية من الحاجة اللي فيها نسبة بلاستر مثلا، لكن حاجات قطن. طب ما ده قطن، يعني انا جربت ده لا ده قطن اصلا 100%. في ترنجات ميلتون، في ترنجات خامة كويسة نضيفة، بلاقي برضو نفس الموال. فقلت لا، اهو ده جديد اهو، بصوا بالتيكت بتاعه اهو. لما لبس اول واحد لقيته برضو نفس الكلام، عمال يتهرش برضو ويعمل، وبدأ جسمه طلع له فيها زي حبوب كده. قلت لا خلاص بقى، رحت ايه قلت خلاص، رحت مقلعهوله على طول في ساعتها، يعني بعدها بشويه لما بدأ ان هو جسمه يعمل، رحت مقلعهوله وخدت قلت اخد ايه الهدوم التانية الجديدة اللي انا لسه برضو اللي لسه ما لبسهاش، اغسلها لهم برضو علشان خاطر اشوف بقى المشكلة في ايه.
فقلت خلاص بقى لازم اغسلها لهم، حتى لو الهدوم جديدة برضو لازم يغسلوها. فبالله عليكي بالله عليكي لو ولادك بيبقى عندهم نفس المشكلة بتاعت ولادي، انا حبيت بس اطلع اقول الموضوع ده مخصوص عشان خاطر اللي عنده مشكلة زي ولادي. كل ام تبقى عارفة المشكلة منين. انا كنت برضو بقعد افكر ايه المشكلة، طب ايه السبب، وليه ولادي بيفضلوا يتهرشوا يعني حتى لو مستحمين ونضاف. ايه السبب اللي يخليهم يعملوا كده؟ الهدوم ما فيهاش بلاستر، الهدوم قطن 100%، الخامة كويسة، الخامة ناعمة، الخامة ما فيش اي مشكلة فيها. اتاري ان هو الهدوم لو متشالة لازم تغسليها، ولو جديدة برضو لازم تغسليها قبل ما يلبسوها. اغسليها كويس جدا بمسحوقك العادي والكلور وكلوركس مثلا، اي حاجة ايا كان، ومنعم الملابس مثلا او الدوني المعطر يعني، ويلبسوها. هتحس بالفرق فعلا، لان انا لما جربت الموضوع ده فعلا عرفت الفرق. فمعلش بقى طولت عليكم في المقطع ده، بس كان لازم اطلع اقول لكم التجربة بتاعتي قبل ما تلبسي ولادك الهدوم اللي كانت مركونة او الهدوم الجديدة. لازم 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 تغسليها الاول. اللهم بلغت، يا رب تكونوا استفدتوا من المعلومة اللي انا قلتها دي. واللي عنده خلفية عن الموضوع ده او جرب الموضوع ده قبل كده يقول لنا برضو ايه في الكومنتات، في فعلا حد جرب الموضوع ده ولا انا ولادي بس ولا ايه الدنيا بقى، معرفش. تمام. انا غلطان يعني. دخلت بقى الكاوتشات كلها كده الغسالة وغسلتهم. طبعا بحط المسلوق ومش بحط اي حاجة تانية بصراحة، شوية كلور مثلا بيطلعوا زي الفل. انا زعلانة بقى على الكوتش الاسود اللي فيه خط ازرق وخط احمر ده، مسافة ما اتغسل بص لقيته مقشر، طلع من الغسالة مقشر، الكوتشات كلها طلعت زي الفل. ايوه ده اللي لقيته لوحده كده قشر واتبهدل وبهدل لي الغسالة من جوه، وحالته كانت بالبلة بصراحة. وبصوا رغم انها اللي اعزكم الله كان فيه سليم اهو، يا دوبك دخلناهم البلكونة حطيتهم في الارض كده ينشفوا، وجيت تاني يوم بطلعهم من البلكونة رحت لقيت النعل اتخلع منه مرة واحدة. قلت يا خسارة، يا ريتني ما كنت حطيته اصلا في الغسالة. بس قلت يلا مش مشكلة بقى. عايزة اقول لكم انه بعد ما غسلته نشف بصوا راح على باسكت بس يا حمزة الزبالة على طول، يعني اعزكم الله يعني. قلت يا خساره ما يجيش على حبه المسحوق اللي احنا حطيناه. فمش مشكله الحمد لله. بس فرحت ان هو طبعا الغساله اصلا بتنضف الكوتشات بصراحه، بتخليه نضاف. افضل بقى احط على حوض الحمام بقى وادعك بالفرشه والهري ده كله على ايه، هو في الغساله الصراحه على طول بيتغسلوا وبينشفوا كده مع نفسهم ويتعسوا مع نفسهم. واروح حاطهم في ارضيه البلكونه بس كده يتهووا برضو وخلاص. بصراحه بيبقوا زي الفل. بس الاحمر بيبقى نضيف جدا، ما بيبقاش فيه اي حاجه. هو الاسود ده بس كده اللي خلاص كده سافر يعني. والكحلي برضو نضيف جدا، والاسود نضيف اللي في رجل عبد الله ده، كلهم نضيف الصراحه. ده كان يومنا بقى النهارده.